يا أهلا. أنا أحمد أبي. ده فيديو جديد، وفيديو النهاردة يعني من الفيديوهات الفضفضة اللي بقالنا يعني شبه بقالنا كتير ما عملناهاش. أنا مش عارف آخر فيديو يعني اتصور إمتى، ولا عارف آخر فيديو هيترفع على القناة يعني هيكون إمتى يعني إيه. بس الفيديو ده بيتصور في المفروض إن هي ليلة رأس السنة. النهاردة حاليا الساعة دلوقتي 31/12، آخر ليلة في من ليالي 2025. وتحديدا هو مش آخر ليلة، هي آخر يوم، لأن آخر ليلة كانت امبارح. والليلة اللي هتبدأ من المغرب، ولكن مش دي قصتنا. يعني مش هنخش في التفاصيل دي. المهم إن الفترة الفترة دي في السنة الناس كلها بتحط أهداف، بتحط خطط، بتحط مش عارف إيه. وأنا قاعد مسحول بين 500 حاجة، ومش حاطط خطة ولا هدف ولا أي حاجة. وده اتعلمته من السنة اللي فاتت، لأن السنة اللي فاتت أنا حطيت أهداف ومش عارف إيه، وما حققتش ولا هدف فيهم. يمكن الهدف الوحيد اللي اتحقق، هدفين اتحققوا الصراحة: إن أنا جبت تقدير في الكلية، ماشي. الهدف التاني إني آه، م- الله، إني جبت الهدف الأول، إني جبت الهدف التاني إن أنا اشتغلت وجبت فلوس. دول الهدفين اللي أنا حطيتهم وحققتهم. يعني بالرغم ان الفلوس كانت المفروض ان هي تبقى اكبر من الرقم اللي انا اجيبه، يبقى اكبر من الرقم اللي انا مطلعه دلوقتي، بس اوكي. يعني المهم ان الهدف اتحقق. اي نعم انا كنت حاطط رقم اكبر من كده شويه، بس تمام، يعني مفيش اي مشكله خالص. آه المهم ان احنا حققنا جزء من الهدف او الهدف. فالسنه دي انا مقرر ان انا مش هحط هدف ل 2026. انا هحط هدف صغير، مش صغنن، هشتغل عليه لمدة 3 شهور وخطة والكلام ده كله. فحاسس إن الموضوع كبير، وإن الخطوة اللي أنا محتاج أخدها كبيرة، ومحتاجة، هي من ناحية محتاجة فلوس، هي محتاجة فلوس كتير، ومحتاجة بلاننج وتظبيط مع أكتر من حد والكلام ده كله. بس يعني لو مش هسترجل بجد، يعني لو مش هسترجل وأقوم بالحاجة اللي أنا المفروض أقوم بيها، فأنا مش هوصل للي أنا عايزه. فالحل إن أنا استرجل بجد، واحط يعني خطة ان انا هعمل ايه خلال ال3 شهور دول. مش شرط ان انا اطلع بالحاجة بيرفكت 100%. يعني هي اتصور لها فيديوهين قبل كده تقريبا، اللي هم منصة مش عارف، في حاجات اتمنتجت ونزلت، في حاجات لا، ولكن فكرة ان انت تطلع بابلكيشن بيربط بين الدكتور والعميل، وان هو يكون معمول بشكل بروفيشنال، بحيث ان هو يخدم الدكاترة، المراكز الطبية والدكاترة والمراكز الطبية والكلاينتس، العملاء، أهم ناس العملاء، اللي هو الشخص اللي يروح يلاقي مكان آدمي يقدر يقعد عليه، يقعد فيه فترة وجيزة عبال ما يخش الدكتور، لأن هو مريض. فبالتالي مش هيقدر يقعد فترة طويلة، يستنى المكان، أو يستنى العيادة تفضى عشان يجي دوره عشان يدخل والكلام ده كله. و... فإن أنت تيجي تخش على طول، ويكون في سينكرونايزيشن بين إن العملاء محجوز لها. فخلاص انا عارف ان العملاء دي هتيجي تخش في الوقت ده، والعملاء دي اللي جت. طب انا ممكن اديلي العميل ده مثلا، ان هو لسه قدامه شويه، لسه ما اديتوش الارم، فاللي هو في تفاصيل كده جوه، فان هو يتعامل مع المريض بحاله من الادميه شويه، وبحته ان هو مريض، ان هو محتاج راحه. فانا ما اجيش يقعده عندي في العياده اذنبه ان هو يتعب اكتر، وخصوصا في مجال، في حاجات، في حتت زي مثلا عيادات المخ والاعصاب، عيادات الاطفال، اللي هي بتبقى مأساة، حرفيا مأساة. فاللي هو الحتة ديت. فالهدف ان انا اطلع بالام في بي خلال 3 شهور. يعني انا عارف ان الفكرة دي ممكن يكون حد عملها قبل مني وبتاع، ومش ده التارجت اودينس بتاعتي، مش التارجت اودينس ان انا ابني شركة اكسب من وراها فلوس، يعني مش ده الاساس. اي نعم هي شيء اساسي ان انا اكسب فلوس، وده ما انكروش، وده انا بحبه وعايز اعمله، بس اللي هيخلي الفكره تطلع وتكمل الفلوس.
ده جزء، وجزء كبير جدا كمان، ما يتقللش بنسبة 50%. الجزء ده كبير أو أزيد من 50% كمان. الشق التاني غير شق الفلوس هو شق إن أنت تخف المعاناة عن الناس، تخف المعاناة عن نفسك، تخف المعاناة عن ناس كتير. وكمان نقدر نعمل بحيث إن إحنا نقدر نعمل سجل مرضي للبتاع والكلام ده كله. ف يعني البتاع دي محتاجة فترة طويلة قوي عشان تطلع بالتصور اللي في دماغي. ومحتاجة فند كبير جدا، يعني فند أكبر من اللي أنا أقدر أتحمله. يعني ماشي، محتاجة وقت ومجهود كبير قوي، ومحتاجة بلاننج. فدي الهدف اللي محطوط قدامي خلال ال3 شهور الجايين، إن أنا بس أنا أطلع بالحتة دي، وإن ده الشيء الأساسي قدامي. ال3 شهور دول بجانب الكلية طبعا، يعني الكلية ده شيء مفروغ منه، المذاكرة ليها والهاسل بتاعها كله، ميد تيرمز، كويزز، كل الهاسل بتاع الكلية ده موجود. ال3 شهور دول مركزين على إن إحنا نعمل بلاننج والكلام ده كله، ونطلع بخطة. ويعني حاليا أنا شغال في شركة أو في حاجة، فالحتة ديت يعني عايز أوصل بقى لمكان معين، بحيث لما أقدر أتوظف بعد كده في شركة أو أعمل حاجة بعد كده، اللي هو إيه، فالسي في بتاعي إن أنت اشتغلت هنا أو عملت هنا، فأنت عملت إيه هنا، إزاي اشتغلت على البروجرام ده، وصلتوا في إيه وعملتوا إيه، الكلام ده كله. فيعني من الحاجات برضو إن أنا عايز أعمل لها بلان، فاللي هو أنا دلوقتي حاسس إنها سريع، وحاسس إن عندي 500 حاجة. وكمان حتة بقى إن إيه، كل الفيديوهات اللي بتنزل الفترة دي على يوتيوب، اللي هو إيه، ما تحطش أهداف، أو إزاي تحط أهداف، أنا حطيت أهداف إيه، أنا حققت إيه في 2025، أنا عملت إيه. بالرغم إن هي مجرد أيام، مجرد أيام برضه، يعني مفيش أي فرق. غيرنا طريقة العد، يعني إيه، يعني عملنا اي بلس بلس، زودنا واحد على العداد، على الكاونتر بتاعنا، بس مفيش أي حاجة جديدة. يعني 2026 مش السنة اللي بومينج وبتاع، يعني ايه، انا مش عارف اوصلها ازاي الحتة اللي في دماغي، بس اللي هو ما فرقتش. يعني 2025 من 2026 هي نفس الايام، هي نفس تكرار الاسبوع، هي نفس الشهور، نفس كل حاجة. هو دي بس طريقة ان احنا نقدر نعد بيها ونقدر نتعامل بها مع بعض، علشان لما اجي اقول لك الحاجة دي حصلت امتى فتقدر تقول لي مدلول عليها، بس مش اكتر. يعني عارف انت من الحاجات الخنيقة جدا ان انت تقعد تشرح الحكاية، المعرفات، وان انت تشرح الاشياء المتعارف عليها، يعني ايه، او الاشياء العلم، يعني ان انت تقعد تشرحها، اللي هو مش عارف يعني. فالمهم ده كان اللي في دماغي حاليا، واللي هو انت مش لوحدك، انا عارف انك تايه، وعارف انك شايف 500 واحد حواليك قاعد بيحط اهداف للسنه الجديده وخطط وبلانز وكله طاقه وحيويه ونشاط والكلام ده كله. ولكن مفيش اي حاجه من الكلام ده. يعني السنه الجديده ما هو الا iteration، رقم زاد بس مش اكتر. وبس ده كان كل اللي عندنا. اتمنى ان الفيديو ده يكون خفيف لطيف ظريف، ونشوفكم في فيديو جاي جديد. See you later.